ده هدفنا في فارماكاست ان احنا نبين بقى للناس الحاجات اللي هو يعني بحيث ان هم ما يندموش ما يقولوش لو كنت عرفت ان شاء الله يعرفوا من بدري يعني هو اوريدي دخل صيدله وكمل خلاص ندم اظن مفيش قرار اصلا يعني ما علينا بقى مش عايز اخش صيدله اساسا رقم واحد في اليوكا ما يبقاش عايز يخش صيدله. البرودكت ناقص السوق المصري، لكن البرودكت ده لوحده هو مش هينزل السوق يبيع لنفسه على فكره خالص. انت هتلاقيه في الاخر محطوط على الرف ومش هيتحرك من على الرف ده غير قصه كبيره، ستوري كبيره جدا جدا. طيب هل الحاجات اللي ممكن التالنتس اللي عندنا او حتى الحاجات اللي احنا بنحب نعملها ممكن توصلنا في يوم من الايام اللي مثلا حاجه كده محدش عارفها هيدن اوبورتيونيتي كده هي دي تكون الهدايه بتاعتنا؟ هو حب سوبرمان وباتمان واي حاجه فيها مان طب انا هطير ازاي يا حبيبي؟ هفتح الشباك واطير. اهلا بيكم، معاكم شوقي ومعاكم ستار وده فارماكاست. اهلا بيكم في حلقه جديده من فارماكاست، وضيفتنا وضيفتكم في الحلقه دي هي دكتوره مالتي تالنتد هايلي سكيلد. حرفيا لو فتحت معاها اي موضوع هتلاقيها عندها خلفيه محترمه عنها. الاستاذ المساعد بقسم علم العقاقير الدكتوره سماح الصحفي. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيك يا احمد. عليكم نور فارماكاست النهارده. اهلا بيك. انا اتشرفت طبعا ان انا اكون معاكم النهارده، واتشرفت بالمقدمه ده والله دي حاجه بسيطه. انا والله ببقى عايز اطول في الانترو فاهم كل مره اقول كده. كل مره عايز اطول في الانترو. يا عم طول الوقت، يا عم طول الوقت. ورينا التطويره بتاعتك دي انا نفسي اشوفها. حضرتك النهارده احنا سعداء ان حضرتك تدينا من وقتك شويه كده نتكلم وندردش وناخد من خبره حضرتك الكبيره. انتوا تأمروا طبعا في اي وقت يعني يا دكتور ما تكسفنيش شرف لي يعني والله العظيم مش عليكي ظلم. انا بشوف طبعا انه احنا كشباب في الكليه دايما بيبقى عندكم طاقات هايله. يعني احنا كشباب دايما بشوف ان انتوا بتبقوا بس محتاجين مع الطاقات الهايله اللي عندكم دي شويه توجيه، لانه مع بقى واحد ما بيكبر ويبدا يبقى عنده اكسبيرينس ويبدا يشوف الدنيا، بيبدا يشوف حاجات بيقول يا ريتني لو انا زمان كنت اعرفها كنت دخلت فيها. فيعني يمكن اقدر اساعد في حاجه. ده هدفنا في فارماكاست ان احنا نبين بقى للناس الحاجات اللي هو يعني بحيث ان هم ما يندموش ما يقولوش لو كنت عرفت ان شاء الله يعرفوا من بدري يعني هو اوريدي دخل صيدله وكمل خلاص ندم. اظن مفيش قرار اصلا يعني ما علينا بقى. انتهى الموضوع خلاص. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك الحلقه، تشيروها مع اصحابكم عشان نستفيد كلنا بيها، وما تنسوش كمان تعملوا لنا فولو على صفحاتنا على السوشيال ميديا، هتلاقوا اللينكات كلها تحت. وقبل ما نبدا يعني يا ريت تعرفينا على حضرتك بقى قبل ما تدخلي الكليه، سنين الكليه كانت عامله بالنسبه لك ازاي؟ تجربتك بشكل عام. والله تجربتي يمكن هيبقى فيها شويه مفاجآت يعني، لانه يا ريت. لا هو يعني انا ما كنتش عايزه اخش صيدله اصلا. مش عايز اخش صيدله اساسا. رقم واحد في اليوكا ما يبقاش عايز يخش صيدله. لا ما كنتش عايزه اخش صيدله خالص، بل بالعكس السنه اللي قبلي بنت خالتي كانت داخله صيدله واتريقت عليها كل التريقات اللي انتوا بتسمعوها على داخل صيدله. انت هتبقى بياع جل والحاجات وهتقف مش عارف في المحلات الله يسترينجا. كل ده انا قلته لبنت خالتي. بس احنا يعني سبحان الله، يعني انا طول عمري بحب الرسم جدا، كنت شايفه انه انا وبحب الماث جدا، فكنت شايفه انه انا المفروض ان انا يعني او يعني هو الالتيميت جول بتاعي ان انا اخش فنون جميله. ولو ما دخلتش فنون جميله يعني هعلي شويه لفنون جميله هتبقى هندسه، وده كان يعني قرار اخير. اهلي خدوني على قد عقلي. ارسمي يا حبيبتي زي ما انت عايزه، بس جيبي مجموع وبعدين هنشوف. طلعت النتيجه بتاعت الثانويه عامه، كنت جايبه مجموع حلو قوي. طب بس احنا هنكتب صيدله اسكندريه رقم 1 ولو جت ما جاتش وبعدين رقم 2 مش هنغيرك على حاجه. ال 40 اختيار اللي بعد كده كلهم كانوا فنون جميله. بس ورحت طبعا كليه صيدله اول مره، حزينه جدا وعندي مأساة يعني ان انا كليه صيدله. والله بتفكرني ولابسه اسود بقى، وكانت قصه يعني ليه كده. واول اسبوع رحت وخلاص وقلت لهم انا عملت اللي انتوا عاوزينه، فانا بقى دلوقتي هحول. وخدت والدي ورحنا عشان نحول، وقالوا لنا الورق كذا كذا وتيجوا يوم كذا. بدات بقى اعرف بقى ايه يعني، ما تفهمش ايه اللي حصل. معايا اصحاب طبعا كتير جدا، احنا كنا جروب كبير قوي داخل من كنا مدرسه اي جي سي ونقلنا صيدله مع بعض، كنا جروب كبير قوي. كان منهم كمان جروب بويز كانوا في الاي جي سي وراحوا اي بي اس وانضموا لينا تاني. فكان شله بقى حلوه يعني. فبداوا يقولوا طب خليكي معانا، طب نجرب، طب نشوف. يوم بعد يوم كده ايه، قلت خلاص انا يعني رسم سهل، هنرسم في اتelier اسكندريه هنا جنب الكليه. هنشوف بقى الصيدله دي هتعمل ايه. بس فرحت بقى لاهلي قلت لهم خلاص انا هجرب، بس على شرط تقدير، مفيش درجات بعد 5 سنين. أيوة. كل دكتوره يا جماعه هم عارفين بقى
طب ماشي اوكي. بس هي الفكره كلها ان انا في الكليه كنت يعني دايما بذاكر بنفس الفكره اللي انا بذاكر بيها. يعني انا ممكن تقول يعني شويه OCD، فانا لو ما ذاكرتش هبقى خايفه ان انا اسقط، فاضطريت ان انا اذاكر. فلقيت نفسي طلعت من الاوائل اول سنه اوائل، علشان دي كانت اعدادي وفي علوم. لما نروح صيدله الوضع هيختلف، مفيش اوائل مفيش الكلام ده خالص، انسوا الموضوع ده. بس سبحان الله يعني انا طلعت في الاخر في سنه رابعه ل10 وهم خدوا 10 معيدين، واختياري ريكوجنيزي ما كانش بتاعي. بس لما ببص دلوقتي كده فلاش باك، انا ما كانش في حاجه تانية ممكن تحصل لي احسن من اللي حصل. حتى كوجنيزي يعني يمكن اقرب حاجه كانت هتبقى ليا هي الكوجنيزي، مع ان انا برضو وقت اختياري للاقسام ما كانتش الكوجنيزي خالص هي اللي انا ممكن كنت اختار. بس اتس فيت يعني. بس هو اكيد السيناريو الافضل برضه، يعني اكيد هو السيناريو الافضل. يعني زي ما بقول لك انه انا بعد كده بقى بقيت ادور على الحاجه اللي انا بحبها. يعني الحمد لله من 2-3 كده بدات انزل بقى القصص بتاعت مسلم دي. ما عارفين تعرفوا عنها ولا لا؟ ايه بقى موضوع قصص مسلم عنها بقى؟ احنا شايفين حضرتك يعني عندك تالنتس كتير ما شاء الله. لا والله هي مش كده. يعني هي انا اصلا على فكره عمري في حياتي ما كنت بعرف اكتب ولا كنت يعني ولا كنت بجيب درجات حلوه ولا في العربي ولا في الانجليش ولا في الحاجات دي. انا دماغي ساينتفك بالظبط كده، ومش the best to express يعني myself، او انا كنت بشوف نفسي كده. لكن جيت في وقت من الاوقات بدأ بقى يبقى عندي ابن صغير، والابن الصغير دوت انا عايزه اربيه على culture معينه، وهو حب سوبرمان وباتمان واي حاجه فيها مان. وطب انا هطير ازاي يا حبيبي؟ هفتح الشباك واطير. طب وبعد ما اطير يعني حبيبي اطير فعلا كده. بدات ادور على اي حاجه ليها اسلامك باك جراوند تقدر ان هي تدي ولادنا يعني كلتشر حلوه، وفي نفس الوقت تكون بالكواليتي بتاعت بقى سوبرمان وباتمان عشان يحبوها. ما هو انت برضو لما تيجي تروح المكاتب تدور على قصه اسلامك هتلاقيها من الاخر يعني رسمها ضعيف وشكلها وحش. لازم انت حاجه الطفل يعرف يريت فيها او حابب شكلها او يحبها يعني. في الاخر طفل يعني ومش مقدر الكلام اللي جوه بالظبط. فمن هنا جت فكره ان احنا نعمل الكاركتر بتاعت مسلم دوت ولد شبهنا كلنا كده بيتعلم، وفي نفس الوقت وهو بيتعلم هو هي از سوبر هيرو باخلاقه. فكره ان اخلاقنا هي اللي تخلينا نبقى سوبر هيروز. فكل قصه بقى بندخل منها بواحده من الاسكس او من الحاجات اللي احنا عايزين نحطها نزرعها في اولادنا، بحيث ان هو يطلع سوبر هيرو باخلاقه. بس طبعا ما برسمش انا دلوقتي، بس يعني بدير على اللي بيرسمه. ارسم لي ولد عامل كذا، شكله كذا، لونه كذا، روح الفنان بقى. بعمل حاجه دلوقتي اتعلمت بقى. طبعا الكارير ده فيه يعني هو مش مجرد ان انت بتكتب القصه، انت ازاي بتعمل حاجه اسمها الاول ستوري بورد. القصه الستوري بتاعتك دي انت عايز تقسمها مثلا على كام صفحه، والصفحات ديت الديزاين بتاعت او الاخراج بتاع الانتيريور ديزاين بتاع الكتاب بتاع نفسه، المشهد ماشي ازاي، والولد هيتحرك فين وهيروح فين، ازاي القصه يبقى يحصل فيها المشكله، وازاي تحل في الاخر المشكله ديت وتقفل بيها القصه. حبيبتي كرييتور بقى خلاص بالظبط كده. يعني فبدات استخدم الكتابه اللي انا ما كنتش بحبها از اتول، وشويه شويه بقيت بحب الكتابه. جميل والله. الفكره نفسها حلوه وتشجع اصلا. يعني هي القصة كلها انه زي ما بقول لك، يعني انا حسيت ان هنا في حاجة احنا ممكن نعملها. بما ان هنا في حاجة ممكن نعملها وممكن ان انا اتعلم شوية حاجات بسيطة، فانا ممكن ان انا ادخل فيها. القصص دي بقى بتنزل مترجمة ما بين العربي والانجليش. تنزل برينتد يعني عربي وانجليش، وفي بقى دلوقتي تراجم تانية بس لسه طبعا ما نزلتش البرنت يعني. حلو عربي انجليش حلو. يعني دي رسالة لكل اباء وامهات المستقبل الجايين ما شاء الله. خلاص كلنا بنتخرج ان شاء الله نشوفكم كده في بيوتكم. ما تنسوش تتفرجوا على قصص مسلم عشان تعرفوا ازاي تربوا اولادكم على فطره سليمه في ظل العبث اللي احنا بنشوفه في الدنيا دي. والله دي حقيقه. طبعا يعني الالتيميت جول بقى ان احنا كل قصه من دول تتحول انتو كرتون حلقه كده حاجه بقى يعني مذاعه. بالظبط. وفي كده زي فيديو صغنن برضو. يعني هو طبعا الحاجات دي بتخش فيها مكلفه جدا، وحتى لو انت عملتها بنفسك محتاجه بقى يعني صعب قوي ان شخص واحد البرودكشن بتاعه بالظبط. لا محتاجه تيم صعب جدا. لا محتاجه. فعملت حاجه يمكن دقيقه او حاجه بسيطه يعني جميله برضو. ممكن ان شاء الله اوريكم اللينك بتاعها ان شاء الله. محتاجين نشوفها ان شاء الله. هبقى لكم اللينك ده. بالظبط. طيب يعني لو مش كنتي بقى دخلتي مثلا فنون جميله، انا يعني اسمحي لي اسال، مش لو كنت دخلت فنون جميله في الاول خالص وما دخلتيش صيدله، كان بقى اسهل بالنسبه لك انك تبلشي البرودكت ده، تديريه بشكل احسن، ترسميه بشكل احسن، يبقى عندك نظره اخراجيه ليه احسن؟ هو اكيد دلوقتي كويس برضه، بس بتكلم
يعني بص برضو ممكن تفرق. يعني انا بشوف انه في الاخر انت كشخصيه بتتبنى من اتجاهات كتيره جدا. انا كمان ما كنتش شخص يعني سوشيال على فكره، يعني انا كنت شخص دايما بيحب كده يبقى في حاله. كوني ان انا بدات ادرس وادخل بستودنتس، بدا يبقى في احتكاكات، بدا يبقى في اكسبيرينس، بدا يبقى في كمان سكيلز تانية انت بتتعلمها من غير ما تحس. كل دوت بقى مع الساينتفك رايتنج سكيلز اللي انا اتعلمتها، مع الريسيرش سكيلز، ده اللي قدر يخليك في الاخر ان انت تقدر تكتب برودكت انت واثق ان المعلومات اللي فيه مظبوطه، واثق ان انت بتقدم فيه حاجه ساينتفكلي مظبوطه. ما اظنش ان انا كان ممكن اعمل حاجه زي كده لو انا كنت في باس تاني، ما اعتقدش يعني. ودلوقتي الحمد لله يعني I'm very satisfied على فكره باللي انا بعمله، يعني بقول ان انا فعلا ما اظنش ان انا كان ممكن ابقى حاجه تانية. في ناس كتير بتاخد التالنت تفصل بينها وبين الكارير، او شايفه انه صعب الدمج بينهم. بس ده يعني اعتقد ده مثال كويس انه لا يعني. لا هو يعني خلينا نقول برضو ان الحياه عموما او المجال بتاع الوظائف بقى very competitive. اللي يخلي واحد فينا يفرق عن التاني هو ان هو يكون اولا حابب الحاجه اللي هو بيعملها. يعني دي نصيحة ليكوا ان كل واحد فينا يختار الحاجة اللي بيحبها قوي ويمشي فيها، حتى لو كانت الحاجة دي هو لسه شايف ان طريقها طويل او زي ما هنشوف كده كمان شوية برضو ما نتكلم في شوية حاجات مختلفة عن كده. يكون حابب الحاجة اللي بيحب اللي هيعملها. والحاجة التانية انه هو يكون عنده سكيلز تخدمه في الحاجة دي. حتى لو السكيلز دي مش موجودة، في حاجات منهم you can acquire او you can كمان learn. يعني في حاجات انت تقدر تنميها في نفسك عشان تقدر تخدم في الاخر الباث اللي انت نفسك تمشي فيه. صح، هتساعد. كل ما انت بتضم الحاجات دي كلها على بعض انت هتتميز، ولما هتتميز هتوصل فرصك احسن اكيد بكتير. بالظبط، غير اي حد تاني. طيب هل الحاجات اللي ممكن التالنتس اللي عندنا او حتى الحاجات اللي احنا بنحب نعملها ممكن توصلنا في يوم من الايام لمثلا حاجه كده محدش عارفها، هيدن اوبورتيونيتي كده، هي دي تكون الهتايه بتاعتنا؟ هو انت اول حاجه لازم انت تعرف نفسك. يعني انت محتاج اول حاجه كده تعرف احمد شوقي. انا حاسس ان المتابعين والمشاهدين هيحسوا ان احنا مفبركين او كاتبين الحلقات، مش مكتوب ولا حاجه. لا، لان النقطه دي بجد كذا حد اكد عليها، كذا يعني انا لما بشوف ناس كتيره جدا ما عرفتش السكيلز بتاعتها والتالنت بتاعتها فين الا بعد فتره طويله. تلاقي واحد مثلا قعد سنين يشتغل في حاجه وبعد كل السنين دي انا مش بحب ممكن تكون دي مش بحب ابقى بياع، مش بحب ابقى سيلز مان، مش بحب ابقى ماركتير، مش بحب ابقى انا كان المفروض اكون كذا او كذا او كذا. كل ما بتعرف نفسك بدري، كل ما بتبقى اون تراك بدري، كل ما يبقى عندك فرص تكبر في التراك بتاعك. طبعا it's never too late. لو واحد يعني ساعات ربنا سبحانه وتعالى بيسهل حاجات انت ما بتبقاش واخد بالك منها ابدا ولا متخيل اصلا ان ممكن فرصه زي دي تجيلك. لكن لو انت عرفت نفسك بدري وبدات تدعم نفسك ديت او السكيلز بتاعتك او النولج اللي انت عندك، كارير بقى ديفلوبمنت بروسس كتيره جدا. هتعرف انت ناقصك ايه في الكارير ده عشان تكبر. سيرتيفيكتس او خدت دبلوماز او خدت ماسترز، زي ما برضو كمان شويه ممكن نخش بالتفصيل شويه في الحاجات دي. هتبدا ان انت توجه نفسك صح. فهي الفكره اول ستيب ان انت تعرف انت عاوز تبقى ايه او ايه اللي انت ممكن يميزك عن غيرك. في هيدن اوبورتيونيتيز ممكن نوصل لها. في هيدن اوبورتيونيتيز طبعا كتيره جدا. يعني انت ما بتتكلم مثلا على مصنع ادويه، كان ليا واحد زميلي يعني فضلنا سنين طويله جدا هو فاكرين ان هي اتس برودكشن R&D كواليتي كنترول. تعرف اي فرصه ثانيه؟ هي دول. لقيته جاي بيقول لي انا بدور على دبلومه في الكواليتي اشورنس. يعني ايه الفرق بين الكواليتي اشورنس يعني كلها بالظبط كده. يعني كانت اول مره اتعرض لحاجه زي كده، فعلا بدات ادور له على دبلومز وحاجات زي كده. لقيت انه كواليتي اشورنس قليله جدا، ولو عاوز حاجه هياخدها اونلاين من بره. لكن الكواليتي اشورنس از ديفرنت، ودلوقتي كل مصنع عنده حد بتاع كواليتي اشورنس. دول بقى بيبقوا كده يعني قاعدين على جنب في حته فخيمه، بيشتغلوا شغل ظريف قوي، ما بيتبهدلوش بهدله بقيه الناس. فدي برضو حاجه انت ممكن لو انت تقدر تخش فيها من الاول وانت عايز مصانع، فانت هتكون في تراك منفصل. مش بس كده، انت النهارده في كل مالتي ناشونال كومباني او حتى شركه عندها تصنيع لدى الغير، سواء برضه كانت مالتي ناشونال او لا، لانه ممكن مثلا تلاقي شركات زي ميرك زي نوفارتس، الناس دي كلها ما عندهاش مثلا مصنع في مصر لكن بتصنع حاجات معينه، برودكتس معينه للغير. هتلاقيها معينه واحد كواليتي اشورنس عشان يتابع الستبس بتاعت البرودكشن ويتاكد ان الكواليتي اللي طالعه بتاعت البرودكت بتاعتهم مظبوطه. فممكن تكون مش شغال في مصنع، ممكن تكون شغال في مكتب في شركه، لكن انت شغال برضه كواليتي اشورنس. شغلها مريح يعني. شغلها مريح وجميل وبيوصلوا افضل حلو بالظبط كده. برضه
ما نبصش للقبض من البدايه، يعني خلي قصه القبض دي تيجي، لانه هتلاقي السواد الاعظم من الشباب طالع انا عايز اشتغل مندوب دعايه. خلي بالك بالظبط. مندوب دعايه ليه؟ عشان هي احلى حاجه في الفلوس، بس انت بتحرق نفسك بدري قوي. اولا شغلانه المندوب دي يعني نصيحه، لان جوزي كان شغال مندوب، انا اتجوزته مندوب يعني هو دلوقتي مانجر، بس اولا الشغلانه دي از فيري ستريسفول. تارجت بقى انت على طول تحت ستريس بتاع التارجت، ومش بس ستريس التارجت، انت على طول تحت الستريس بتاع ان انت تو بي اكسكلودد بره الكارير، لان انت صح. لو انت ما كبرتش لحاجه معينه في وقت معين انت خلاص، يعني هو هيفضل مخليك مثلا مندوب لما توصل 30 سنه او 35 سنه. ليه؟ بالظبط. هو يجيب واحد صغير صحته احسن، عنده بوزيتيف اتيتيود اكتر، لانه هو هيكون جاي لسه انت 30 ده كونسيوم بالنسبه له خلاص يعني فهتلاقي نفسك في الاخر بره، وللاسف الشديد مش هتعمل حاجه غير ان انت هتقف او هتدور على برايفت بزنس. برضو خلينا نبص بصه كده سريعه، ممكن انا لو عايزه اخش شركه عشان برضو فلوس، ما هو مش لازم اكون هشتغل بس سيلز او ماركتينج. خلي بالنا انه الباث بتاع مندوب دوت بيكبر بعد كده الاتجاهين، الاتجاه بتاع السيلز وده بتخش بقى فيه كمان بعد كده للكوميرشال مانجمنت والهاير مانجمنت، وبتخش للريجنال اوفيسز والكلام ده كله، او بتمشي في سكه الماركتينج. لكن خلينا برضو نقول انه الشركات نفسها بالظبط كده، يعني غير بقى دول في ايه تاني ممكن ادخل بيه شركه. اولا في شركات كتيره، رغم ان مثلا الميديكال ادفايزر او الميديكال بيسموه في الاول ميديكال ساينس لايزن، ده بيكون في الاغلب بيشغلوا الدكاتره، لكن في شركات كتير جدا بتشغل صيادله. فانت لو ساينتفك باك جراوند بتاعتك قويه، نصيحه حاول تقدم في الوظيفه دي، هتكبر فيها بسرعه جدا، هتبقى في شركه، وكمان انت هتبقى you're using the science you have learned through السنين الطويله اللي انت قعدتها في الكليه. انت مش خليت بقى الساينس ده على جنب وتشتغل في حته صغيره، انت بتستخدم الساينس اللي انت معاك دوت. ولو انت فعلا ممكن بقى يعني عندك فعلا النولج القويه دي، هتقدر تكبر وهتوصل بقى للريجونال اوفيسز، وهتوصل فيها لحاجات كويسه قوي. دي واحده من الهيدن اوبورتيونيتيز في الشركات. الثانيه هي الريجولاتوري. الريجولاتوري دولة الناس اللي بيبقوا مسؤولين على تسجيل الملفات. في ناس كتيرة منهم طبعا دول كلهم بيبقوا صيادلة، بيبقوا عدد صغير جدا جوه كل شركة، بيكبروا بسرعة قوي. مش سهل طبعا ان انت تخش في حته الريجولاتوري دول لان عددهم قليل، لكن مثلا لو في ناس اخذت التكليف بتاعها في حاجه زي الاي دي اي اللي هي ايجيبشن دراج اوثورتي. طبعا الاي دي اي دي كده زي كوبي او يعني ريفلكشن للاف دي اي بالظبط. هي دلوقتي اللي مسؤوله عن، انتوا عارفين كان في خناقه كبيره الفتره اللي فاتت ما بين وزاره الصحه وما بين يعني كذا كده جهه اللي هي كانت بتعمل التراخيص بتاعه المكملات والادويه والفايلات والكلام ده كله. هي حاليا الهيئه المسؤوله في مصر عن تسجيل الادويه هي الاي دي اي. فممكن حد ياخد تكليفه على حاجه زي الاي دي اي، وبعد ما هياخد تكليفه فيها هيبقى عنده فرصه كبيره قوي ان هو يدخل شركات الريجولاتوري. دي برضو هيدن اوبورتيونيتي. في هيدن اوبورتيونيتيز تانية زي الفارماكوفيجيلنس مثلا، ده برضو من البروسيس اللي هي دلوقتي بقى مطلوب من كل شركه وكل مصنع ان يكون عنده حد مسؤول عن الفارماكوفيجيلنس. ده طبعا الشخص اللي بيريبورت اي ادفيرس ايفنت. كمان بيبقى مطلوب وقت تسجيل اي فايل انه يتقدم فايل عن الفارماكوفيجيلنس بتاع البرودكت اللي بيتسجل. فدلوقتي اصبح كل الشركات بتطلب حاجه زي كده. فدي برضو اتس ا جود اوبورتيونيتي. يعني دايما مش عايزاكم تبصوا انه انا هخلص يا هشتغل واقف في صيدليه يا هروح اشتغل سيلزمان في. بس انا لاحظ ان اغلب الحاجات اللي حضرتك قلتيها دي غالبا هي في الشركات كلها بقى فيه 1 2 3، مش هم عددهم مش كتير. مش لازم 1 2 3، بس انت عندك برضو شركات كتير قوي. ما تنساش برضو ان مصر دلوقتي فاتحه جامد قوي في قصه التول مانيفاكتشر، في شركات مصريه كتير ممكن تكون لوكال لكن ليها اسامي كويسه ممكن تبدا بيها. يعني مش لازم ان انت تكون داخل على المالتي ناشونال، انت ممكن تحط لنفسك كده بلان ان انا هخش شركه بدل ما انا قاعد في البيت دلوقتي، انا هخش شركه او باجين اكسبيرينس على بالظبط لوكال، هكبر فيها وفي وقت معين اكون انا اخدت حاجه تدعمني اقدر انقل منها من شركه لوكال لشركه مالتي ناشونال. في كمان شركات كتيره قوي بتعين حاجه اسمها patient educator، زي مثلا لو شركه عندها دواء very specialized في حاجه oncology او حاجه زي الدايابيتس، بيحبوا يحطوا واحد يعمل education للبيشنتس بتاعتهم.
عشان برضو يأشور ان البيشنت دوت يستخدم هيفضل الجهاز صح، بيستخدم الدنيا الدواء صح وكل حاجه، ويفضل حاطه معاه يعني البيشنت ما كويس يروحش يعني بيعمل انجيجمنت أنا ما مش شغال، بينهم لا أرميه. او اروح والله لسكه كويس. تانية او اروح لبرودكت أيوة، مختلف. ما هو أيوة. برضو حلوة الالتيميت دي. جول بتاع الشركات ايه؟ ممكن اشتغل عليه. يفضلوا انا يكونوا عايز في البرودكت بتاعي. البيشنتس تفضل موجوده معايا يعني. بتاعتي صحيح. ممكن اشتغل. عندك بقى بعد كده في مجالات اللوجيستكس، آه. البرودكتس دي بتطلع من فين تروح فين، او يعني السبلاي والحاجات دي كلها داخل فيها دلوقتي صيادله. عندك كمان اللي هو الماركت اكسس، والماركت اكسس دوت يعني اتس سينيور ليفل شويه من السيلز والماركتنج، بتخش له قدام. بس كل دوت بقى يعني زي ما بقول لك انه بيدعموا سكه طويله جدا من لازم تعرف المجال اللي انت عايزه محتاج ايه بالظبط، من الاكسبيرينس والنولج اللي انت ممكن تاخدها كمان ثرو بقى الدبلومات والماسترز اللي ممكن نتكلم عليه. طبعا كل دوت وفي عندك كارير بقى الكلينيكال، ده كارير مختلف خالص. حتى لو انتوا مش يعني انتوا جنرال واخد شهادتك بكالوريوس، هو طول عمر الصيادله كانوا بكالوريوس بس، فان انت ممكن تاخد لسه الكارير بتاع الكلينيكال فارماسي، وده كارير جميل جدا. هو ممكن ما يكونش في البدايه بيبقى يعني profitable، لكن مع الوقت مع ما بتكبر بتبدأ تتميز فيه. ودلوقتي أصبح كمان ما بقاش الكلينيكال فارماسيست إذا كلينيكال فارماسيست بس، ده بقى فيه تخصصات. ده كلينيكال فارماسي في الأونكولوجي، ده كلينيكال فارماسي في السايكاتري، ده كلينيكال فارماسي في النيوتريشن، ده كلينيكال فارماسي في حاجات كتيرة قوي. في بقى مجالات تانية الناس بتخش فيها، انه مثلا يخش في النيوتريشن، لكن هو ستيل ما يقدرش يفتح عيادة لوحده، لكن هو ممكن يشتغل تحت مظلة عيادة طبيب نيوتريشن. حلو. طب الحاجات دي كلها بقى اعتقد يعني مش محتاج الشهادات الحاجات كده. يعني السي في المفروض كده مينيمم ريكويرمنت يبقى فيه ايه غير الحاجات اللي هي متخصصه في كل مجال. المينيمم ريكويرمنت في السي في، خلينا نقول ان انت وانت بتكتب السي في بتاعك مبدئيا ما تنساش السكيلز اللي احنا عمالين نتكلم عليها. السكيلز اللي عندك، البروجكتس اللي انت عملتها وانت طالب، لو انت كان ليك كوميونتي اكتيفيتي، لو انت اشتغلت حتى في حمله تبرع بالدم، الحاجات دي اكتبها في السي في بتاعك. حلو. ساعات اللي بيبص في السي في بيبقى بيبص على حاجه انت مش واخد بالك منها. يعني انا اعرف شخص مثلا كان كاتب ان هو اشتغل معيد لمده 4 أو 5 شهور، وبعد كده كاتب بقى ان هو اشتغل في السيلز في كذا وفي كذا. هو شايف ان اصلا معيد 4 5 قايلها كده بس عشان الوقت ما كنتش قاعد يعني. بالظبط، انا مش عايزه اقول ان الحته دي كانت فاضيه يعني. اللي ماسك السي في هو عايز الحته دي، لان هو كان عنده برودكت صعب جدا الساينتفك باك جراوند بتاعه، فقال لك طالما ده كان معيد يبقى ده هيقدر يوفي الحته دي كويس. فما يعني دايما خلي السي في بتاعك يعني اولا معقول، ما تستقلش باي حاجه زي ما بقول لك كده، خلي في الاخر دايما في سكشن للاكتيفيتيز اللي انت عملها. لو انت بالذات عايز تخش في مجال الشركات، هو هيبص قوي ان انت شخص اجتماعي وشخص عنده اكتيفيتيز وشخص عنده رغبه في ان هو يفيد الدنيا حواليه. كل دي حاجات بتتشاف يعني بوزيتيف في السي في بتاعه. طبعا الناس عندها فكره دايما انه الدراسات العليا ان انا احضر ماجستير ودكتوراه. فيجي يسال عندكم ماجستير ايه، نقول له عندنا كيمياء تحليليه وكيمياء صيدليه وعقاقير وكذا كذا كذا كذا. هي كل ده طبعا جميل لو انت هتمشي في كارير الريسيرش، لو انت هتشتغل في مصنع في ريسيرش اند ديفلوبمنت، او هتشتغل في كواليتي كنترول، او هتشتغل في حاجه تفيدك بده. لكن هتاخد ده عشان يبقى اسمك معاك ماستر، ده مش صح. ايه الصح؟ الصح زي ما اتفقنا ان انت بتشوف السكيلز بتاعتك هتوديك فين، انت عاوز ايه، ازق نفسي انا بايه. في حاجه اسمها البروفيشنال ماسترز. البروفيشنال ماسترز دي هي ماجستير لكن ما بيكونش فيها شغل عملي ورساله، بتكون اسمها ماجستير مهني بالعربي، بتدعمك، بيبقى اسمك معاك ماجستير، لكن في نفس الوقت انت ما ضيعتش وقت في حاجه انت مش هتستخدمها، وهتديك يعني ما تقدرش تشتغل بيها في التدريس، ما تقدرش تشتغل بيها اكاديميك زي الاكاديميك ماستر والبي اتش دي، وانت اوريدي اكيد بتبقى مقرر مش هشتغل اكاديمي يعني. ابداوا يعني دوروا في قصه البروفيشنال ماسترز. يعني في طبعا في البروفيشنال ماسترز اول حاجه ومشهوره جدا الام بي اي. ده بتفكر في ان انت تمشي في مجال السيلز والماركتنج، نمبر 1 لازم تاخدها هي الام بي اي. حاسس لو اخدت ام بي اي هستقل ان انا اشتغل سيلز وماركتنج. لا ما تستقلش حضرتك، افتح كده اي سلم الترقيات بالظبط. افتح كده اي وظيفه. يعني انا لغايه النهارده بحب كده دايما اتابع الوظائف اللي بتنزل، ده نوع من انواع جامعه الوظائف بالظبط كده، يعني هو الجامعه وظائف بالظبط. ان دايما بتبص كده لو هي الوظيفه اللي انت بتتكلم فيها دي وظيفه الكارير بتاع الكوميرشال او الماركتنج والكلام ده كله، هتلاقي نمبر 1 MBA
إذا بلس مثلا. وبعدين بالظبط بين قوسين اما اذا بلس او از نوت ماست، بس الام بي اي محطوطه. طبعا. وطبعا الام بي اي دي ليها مجالات كتير جدا جدا، يعني انت ممكن اصلا من الاول تكون مقرر ان انت تاخد ام بي اي في كذا مجال. عايزه اقول لك ان انا النهارده في الكليه مثلا لو عاوزه اكبر في حته الاداره او في حته الكواليتي، احنا عندنا برضو يعتبر نوع من الكواليتي، فانا ممكن اخد ام بي اي في المانجمنت. فانت من الاول بتقول والله انا عاوز في الاخر خالص ابقى ايه، اوصل في الشركه ان انا ابقى مدير، فانت خد المانجمنت وانت بادئ كده تشتغل، خلي جنبك كده في السكه بتاعتك ان انا هاخد ام بي اي مثلا مانجمنت وفاينانس، عايزه ادخل بعد كده في الحته بتاعت الكوميرشال فخلي معايا الفاينانس. اخد مثلا المانجمنت والكواليتي، اخد مثلا المانجمنت يعني حاجه هتفيدك، حاجه هتعرف تشتغل بيها. ممكن تاخد دبل ميجر تريبل ميجر، ممكن تاخد حتى لو هتركز في الصيدليات انت في يوم من الايام عشان تفتح البيزنس بتاعك لازم يبقى عندك اندرستاندينج كويس. لو فاهم هتفرق. حته البيزنس كمان، يعني انا بشوف ستودنتس كتير جاي يقول لك اصلي انا يعني هدفي ان انا اعمل ماي اون بيزنس. خلي بالك لو انت طالع كده من الكليه هتروح تعمل يور اون بيزنس، هتقع انت والبيزنس بتاعك. انت والبيزنس لازم هتقع. لازم تتعلم الحته اللي انت رايحها، لازم تشتغلها. شيل الشنطه، عايز تعمل شركه ادويه شيل الشنطه، لازم. انا ادعم المدرسه دي لازم بالظبط صح. انت لما بتخش جوه الحاجه وتقعد فيها تشوف الستراكشر اللي جوه ده ماشي ازاي، بتشوف الدنيا عامله ازاي. ما يجيش بعد كده اصلا انت متعين مندوب يكون هو جاي من شركه شايف اكتر ما انت شفت. بالظبط صح. انت لازم تمشي دايما على فكره تتفرج حواليك، يعني انت طول ما انت ماشي في الشارع وانت بتتفرج حواليك كده العالم ده ماشي ازاي، والله بتتعلم حاجات لا تتخيل. فمحدش يفكر كده انا اصلا انا طالع هفتح صيدليه، اصلا انا طالع هفتح شركه، اصلا انا طالع عندي البرودكت اللي هيظبطني. هو مش مشروع، هو مشروع بس مش مشروع، مش ممكن يكون عندك برودكت هايل على فكره وبرودكت ناقص السوق المصري، لكن البرودكت ده لوحده هو مش هينزل السوق يبيع نفسه على فكره خالص. انت هتلاقيه في الاخر محطوط على الرف ومش هيتحرك من على الرف ده غير قصه كبيره، ستوري كبيره جدا جدا. اوعى تفتكر ان كل ما هنالك ان المندوب بيخش ويتحايل على الدكتور والدكتور يكتب له والقصه بتخلص على كده. في بلاننج، في محتاج ان انت تخش تشوف الدنيا دي ماشيه ازاي عشان تقدر ان انت تبيلد يور اون بزنس. ايه طيب غير الام بي اي؟ عندك بقى غير الام بي اي طبعا حاجه زي الهيلث ايكونومكس ماستر، دي مش يعني مش متوفره في حاجات كتير، بس دي بتدخلك بقى في الحته بتاعه الماركت اكسس اللي اتكلمنا عليها من شويه. مثلا الكواليتي مانجمنت او الكواليتي اشورنس، نيوتريشن دبلوماز عندك. يعني انت بتشوف بقى السكه اللي انت عاوز تمشي فيها وتبدا تدور على البروفيشنال ماستر دي. الناس اللي منكم عايزه تخش كلينيكال برضه ممكن تاخد البروفيشنال دبلوما او بنسميها يعني الشهاده اللي هي الفارم دي، وتتحول منها من الجنرال تخش المجال بتاع الكلينيكال. طبعا يعني يمكن الكليه عندنا لسه ستيل ما دخلتش بتقلها في البروفيشنال دبلومز، بس يعني ان شاء الله على ما انتوا تتخرجوا هتلاقوا في هفرح ولا ازعل يعني احنا خلاص لا بالعكس، انت اول ما تخلص وتبدا كده تشوف دنيتك فين هتلاقينا عاملين لك مفاجاه 4-5 بروفيشنال دبلومز هايلين هتشتغل يعني هتاخدهم من مكان طبعا عظيم يعني زي كليه صيدله وهيخدموك جامد قوي، يعني حاجات فعلا السوق طالبها. ينفع تسرب لنا حاجه حصريات؟ صعب اسرب لك حاجه عشان يعني انا هتعلق بعدها. لا مش موضوع مفاجاه، بس يعني انا ما اقدرش اقول ان الحاجات دي هتطلع الا لما اخلص سلسله الموافقات بتاعتها، لكن اوعدكم انها هتبقى حاجات قويه جدا جدا في مجالها. خلاص تمام. طيب كلام جميل. طب الهيلث ايكونومكس دي ممكن يعني تشرح لنا عنها اكتر؟ يعني كواليتي اشورنس وكنترول مصانع اوكي ام بي اي شركات. خلينا نقول الهيلث ايكونومكس دي عباره عن ايه. دي بالعربي كده هي اقتصاديات الصحه، جزء منها هو الفارماكو ايكونومكس اللي هو اقتصاديات الدواء، وخلينا نتكلم الاول على اقتصاديات الدواء وبعدين نطبق دوت على الهيلث ايكونومكس. لما بتيجي النهارده اي مستشفى اي مؤسسه علاجيه عايزه طبعا انسى مصر شويه، مصر فيها عيادات في الشارع انت بتخش للدكتور بيكتب لك اي دواء، لكن في العالم عموما كله حوالينا في حاجه اسمها مستشفى، والمستشفى دي عندها فورمولاري. الفورمولاري ده عباره عن مجموعه من الادويه اللي المفروض ان الدكتور بيختار منها علشان يعالج البيشنت اللي قدامه. فانت النهارده كشركه جايبه دواء جديد عايزه تدخله جوه الفورمولاري بتاعت مستشفى من المستشفيات، لازم يثبت
للمستشفى دي ان الدواء بتاعه ده is of benefit. انت النهارده جاي تقول لي مثلا انا بقالي سنين بعالج بمثلا باراسيتامول زي الفل معايا وكله تمام، انت جاي تقول لي ان اكس ده جديد واحسن من الباراسيتامول. طبعا لو انت جايب جينيريك مجرد ما انت يعني تثبت له انه الكواليتي بتاعته كويسه هي وان السعر اقل، هو هيدخله لك. لكن احنا بنتكلم بقى ان انت جايب حاجه جديده خالص، ماده جديده هتثبت له ازاي؟ بالظبط انها مربحه ليه. مش بس مربحه، ما مربحه دي بقى مربحه وشغاله. انت محتاج الاول الافكت انت ده محتاج الاول زي كده كانك بتعمل كالكوليشن فاكتورز كتيره جدا، اللي هو الافشنسي بتاعته، الايفكت بتاعه على البيشنت عامل ازاي، الاوتكم بتاعه، السيفتي برضه بتاعته، السيفتي بتاعته، السعر بتاعه، اللونج تيرم اوتكمز بقى، المورتاليتي والموربيديتي. قصه كبيره جدا بتخش كلها في الحسبه بتاعتك عشان تقدر تقول له في الاخر ان البرودكت ده از اوف فاليو للمؤسسه اللي انت عايز تسجل بيها او تدخل فيها الدواء بتاعك. وطبق بقى ده على اي حاجه في مجال الصحه، في عمليه مثلا بروسيدير جديده، في ميديكال ديفايس، ده اسمه بقى اقتصاديات الصحه. حلو، كبير، مجال جديد. يعني هي حاجه ريليتد اكتر لمجال الطب، مش الادويه او الفارماكو ايكونومكس is more related للادويه. الهيلث ايكونومكس دي بقى المظله الكبيره اللي تحتها الفارماكو ايكونومكس از وان برانش. هيلث ايكونومكس دي بقى اللي بتضم كل المجالات التانية معاها. اوكي. فدي برضو من الحاجات اللي هي يعني هل في مصر ليها تطبيقات؟ ليها طبعا تطبيقات. انت دلوقتي بدأ يبقى فيه طلب كبير على الحاجات دي. خلي بالك مصر مش متأخرة قوي عن العالم حواليها. مصر ظروفها صعبة لكن في الآخر شركات مالتي ناشونال كتيرة بتمشي بنفس البروسيديرز. يمكن شوية القواعد الحكومية والدنيا بتخنق ان يحصل تطبيق للحاجات دي جوه مستشفيات الحكومة وجوه الكلام، بس هي جاية. ما تنسوش كمان انه في منظومة التأمين الصحي الشامل. اسكندرية تقريبا في المرحلة الثالثة اللي هي 2030 غالبا. دي بس هي متطبقة فعلا على محافظات كتير. اتطبقت خلاص، ما نمبر 1 كانت بورسعيد ومش عارفة معاها مين، واتطبقت وبدأت تدخل. انت كمان بقى مع منظومة التأمين تبع السياسة والأخبار. انت تبع عشان عايز تكليف هناك. هتروح فين؟ دي بورسعيد، ما عنديش مشكلة. انت بورسعيدي؟ لا انا اسكندراني. انا كنت بورسعيدي على فكرة. بجد؟ طب اشوف بقى. جدي بقى اللي كان بورسعيد، فلو عايز تروح هناك نظبطك. يا سلام. مش هظبطك سمك. اخد فلوس واخد اقامة. انا اديك اقامة يا احمد. ربنا يخليك يا رب. جنسية بورسعيدية. يلا يا عم. المهم بس ايه يعني تعرف تجيب اللكنة. لا ما انا في تعلم اللهجات 100. لا ما تقلقيش. البورسعيدية حبة. انا اتفرج على فيلم بالعربي كتير يعني، فما تقلقش. يعني لو هنتكلم على منظومة التأمين الصحي الشامل ده، فمنظومة التأمين الصحي الشامل ده هتطبق، ويعني انت بقى هتطبقها على العيادات، على الصيدليات، على المستشفيات، على كل ما هو له علاقة بالصحة يعني. وكل مؤسسة أو كل حاجة من الحاجات اللي هتحتاج سيستم، وهتحتاج أصلا تبقى أكريديتد من الهيئة بتاعت جهار اللي هي هتدي الأكريديتيشن. يعني أنت كصيدلية لازم تاخد الأول الأكريديتيشن أنت عشان تشتغل. ولو على فكرة لو مش هتاخد الاكريديتيشن مش هتشتغل تحت منظومه التامين الصحي، انت مش هتشتغل، لان هي كل الناس هيبقى عندها تامين. الناس كده هتفضل الحاجه اللي تبع هو الناس هيبقى عندها تامين هو الزامي، خلاص مش هيكون. هي الفكره كلها هتبقى متامن عليك فين. طيب لو رجع بيك الزمن لحد اخر سنه في الكليه، هل في حاجه ما عملتهاش تحب تعمليها، او حاجه عملتيها تفضلي انك ما تعمليهاش، حاجه تغيريها عموما؟ والله يا احمد انا يعني سبحان الله دايما مؤمنه ان احنا يعني أقدارنا كده بتحط لنا في أحسن حاجة ممكن نتحط فيها. يعني أنا الحمد لله عملت كل حاجة نفسي أعملها. لعب ولعبت ورياضة ولعبت وضغطت وعملت. على فكرة أنا بادي سيرتيفايد حاليا يعني ما شاء الله. ورغم إن أنا يمكن كمان في الأول كنت شايفة إنه يعني أنا عايزة أغطس بس هغطس مرة 2. كل ما بتغطس بحب الغطس اكتر بقى. لا مش لازم ديبر، بس حتة جديدة. عندي يعني الحقيقة بجد يعني دي مثلا من الحاجات اللي انا عملتها مؤخرا. بس الحمد لله يعني انا من ايام الكليه وانا لعبه قد كده ومهيصه قد كده ومقضيه وقتي الحمد لله يعني
دايما حاولوا تعملوا البالانس. انتوا دايما متخيلين ان الشخص المعيد ده ما بيعملش حاجه غير ان هو بيذاكر، او الشخص اللي بيلعب ما بيعملش ما بيذاكرش. دايما ان انت يعني تعمل كل حاجه في وقتها المظبوط، خليك برودكتيف في كل حاجه، هتبقى برودكتيف بالظبط، وهتلاقي نفسك في الاخر يعني كل حاجه انت عايز تعملها عملتها، وكل حاجه صحيح. فالحمد لله يعني I'm very satisfied بكل السنين اللي فاتت. هل بعد التخرج لقيت انه انا مش قادره امارس حياتي او رياضاتي او كده زي قبل كده، ولا كان في مساحه الكلام ده؟ انت في كل مرحله دايما بترتب اولويات، ودي مهمه قوي يا جماعه. يعني انتوا دايما بتلاقي شخص مثلا والله الحياه خدته قوي في ده، والله البيت خده قوي في ده، والله الشغل خده قوي في ده، والله، وده بيخليك في بعض الاوقات ما تنجز الحاجه اللي انت عاوزها. دايما يكون عندك short term plan و long term plan. يعني long term plan انت عاوز تنجز ايه في حياتك في الفترة اللي جاية، و short term plans اللي هي بتخدم ال long term plan دي. فانت مثلا بتقول والله انا عندي امتحان بعد بكره، فانت لو ما ذاكرتش النهارده وبكره فانت هتسقط. انا عندي امتحان بكره فعلا. يعني انت حضرتك المفروض كده ما كنتش تبقى قاعد معانا النهارده، بس يعني لا ازاي منورت قوي. فانت حطيت اولوياتك في الفارماكاست، بس اكيد انت عارف برضو ان انت يعني المذاكره محتاجه الوقت اللي انت هتسيبه لها في الاخر عشان ان شاء الله هتنجح. باخد من وقت النوم بقى، دي حقيقه كده ان شاء الله. زي ما بقول لك يعني ترتيب الاولويات ده مهم قوي. لكن ما ننساش دايما انه انت عندك 1 2 3 4 5 6 ما تجيش على حاجه فيها. هو يعني keep yourself balanced as much as you can. مهم جدا جدا جدا. لان هي حياه واحده بامانه، يعني الرياضه مهمه جدا 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 جدا. يعني انت ممكن تكبر وصحتك تروح معاك والدنيا تضيع معاك. دلوقتي انتوا الحياه بتاخدكم، الصحه لسه الحمد لله، بس شويه شويه اول ما بتكبر كده بتبدا الدنيا تندم بقى ان انت ما تقول يا ريتني كان عندي عضله ما اعرفش فين، فتبدا الديسك بقى والكلام ده. يعني نصيحه طبعا ان يعني تبقوا دايما محافظين على الرياضه. بدنك عليك حق، نفسك عليك حق. هي الفكره كلها في ان انت تتوازن بقى كده، ما تخليش حاجه دايما تسحبك زياده عن حاجه تانية. وعايزاكم على فكره في حاجه مهمه قوي حابه ان انا اقولها لكم. يعني عايزاكم تابريشيت قوي انتوا في ايه. يعني بجد ممكن تكونوا في بعض الاحوال بتقولوا ايه ده كليه صيدله وجامعه اسكندريه واتس نوت ذا بيست. لا، كليه صيدله جامعه اسكندريه واحده من البيست في مصر، ومش بس مصر، عايزه اقول لكم على العالم كله. يعني انا يمكن عشان شويه ليا اصحاب اشتغلوا في مالتي ناشونالز كتيره، وليا اصحاب بره مصر وجوه مصر، وسافرت الحمد لله في كذا مكان. دايما كان سؤالي للناس اللي بتشتغل اللي هم خريجين كليه الصيدله اللي هم حبايبي دول، دايما لما بيسافروا اجتماعات او بيقابلوا صيادله بره، سؤالي ليهم يعني ايه الفرق ما بين، تعرف طبعا عشان احنا دلوقتي يعني نشتغل مع الطلبه والستودنتس وكده، فدايما حابه اعرف ايه الفرق ما بين كواليتي الخريج بتاعنا وخريج اي كليه صيدله ثانيه. جوزي كمان لما كتير بيسافر بساله السؤال دوت يعني، فكانت اجابته دايما بتكون انه لا، احنا النولج اللي عندنا والمنة اللي احنا خدناه من الكليه بتاعتنا اعلى بكتير من اي صيدله تانية. انت بتتفحت في الكليه، انت بيطلع عينك في الكليه، بس صدقني بجد انت بتطلع عندك انت بتطلع عندك كميه من النولج والسكيلز، وبتقدر ان انت كمان حتى لو معلومه مش عندك بتقدر تطلعها بكل سهوله، وعارف الدنيا حواليك ماشيه فين. يعني في قصه كمان انا دايما بحكيها وبحب احكيها وببقى فخور ان انا احكيها. في زيارة من زياراتنا لأمريكا كانت حوالي أسبوعين. طبعا شكلنا مصري أو شكلنا غريب، فكل ما بمشي في أي مكان انتوا منين فبقول from Egypt. كان الرد دايما بتاع أي حد بقول له I'm from Egypt اللي هو إما oh wow you have the pyramids أو my doctor is Egyptian. تخيل ودي اتقالت لي كذا مرة. فأنا حقيقي بجد يعني بقيت أفكر إيه ده معقولة يعني في دكتور انسبايرنج كده لدرجة إن أنت تفتكريه يعني هم بالنسبة لهم الدكتور على فكرة حاجة كبيرة جدا هناك. يعني الأمريكانز عموما بالنسبة لهم مش زي عندنا الدكتور ده حاجة سهلة إن أنت تلاقيها وتقابلها. بالنسبة لهم الدكتور ده حاجة كبيرة. احنا بنتكلم على الدكتور الجامعي، لا الدكتور الطبيب. دكتور الطبيب. my doctor is Egyptian دي يعني في دكاترة كتير جدا هناك. طبعا في مقابل لده صيادلة وفي مقابل لدوت بس أقصد أقول إنه لا، يعني جامعة اسكندرية كمان وسط كل الجامعات دي ليها فاليو كبير قوي. المصريين شاطرين بره بصراحة، المصريين شاطرين جدا جدا. maybe هم هنا they miss the system اللي بيخليهم مش شاطرين بره وجوه، بس هم بره عشان الدنيا، لكن هم بره بيتميزوا بشكل غير طبيعي. وخلي بالك برضو من حاجة مهمة قوي، دايما ايه اللي بيخلي بره دايما عايز ناس من العرب وبالأخص المصريين أو احنا بنشوف يعني مصريين كتير بتسافر بتنجح بره. تفتكروا ليه؟ يعني هي
الموضوع ببساطه ان انت بتبقى طالع واحد اصلا شخص متوازن، شخص عنده كلتشر، عنده دين، عنده اثكس، وعايز يكبر وينجح ويشتغل. فما بيطلع بره مع المنظومه والسيستم اللي هو بيخش فيه بيقدر يقف على رجله وينجح لكن المشكله اللي هم بيواجهوها بره ان هم they don't have the motives، ولا الموتيف الديني ولا الموتيف يعني مفيش دافع يخليه ان هو يكبر وينجح كده. فده الفرق اللي بيخلي دايما احنا ولادنا بينجحوا بره وبيتوفقوا بره، عندهم الطاقه والرغبه. بالظبط كده. بره يمكن لانهم متعودين على الحياه. هقول لك على حاجه، هو برضه هنا في مصر حياته ما كانتش ألذ حاجه، حياته كانت صعبه، هو عايز يعوض، يطلع بره بيلاقي الفكره ده بيخليه يكتسب سكيلز اكتر. انت حياتك صعبه يعني، هارد تايمز ميك سترونج بيبل دايما وابدا. فهي دي اللي بتخلي الناس هناك ينجحوا بره. دي كانت نهايه حلقه النهارده من فارماكاست. طبعا بنشكر حضرتك، الحلقه كانت مهمه جدا بصراحه واستفدنا. بنشكر دفعه 70 من ورا الكاميرات على الدعم. بنشكر بصراحه يعني دكتوره سماح من اول الناس اللي دعمت فارماكاست من ساعه ما كانت بذره. بنشكر كل الدكاتره اللي ساعدونا وشجعوا الفكره دي. بنشكر الطلبه اللي ساعدونا وشجعوا الفكره دي برضو. ودفعه 70 عموما بما ان احنا خلاص بنودع، فبنشكرهم على مساعدتهم عموما لزمايلهم بالورق، بالمعلومات، بالشرح، بمتابعه المواعيد. بخلي بكره عندك سكشن الساعه 8 فاهم، خلي بالك احذر وبتاع. دي مهمه جدا. انا اللي بشكركم جدا. طبعا انا استمتعت كمان بوجودي وسطكم. انا يعني امدار لاي حد من دفعتكم محتاج اي سبورت اصلا في الفتره دي او حتى بعد ما يخلص. معروف يعني الحمد لله ان اكيد كونكشنز يعني واي حد بجد بيحتاج بعد كده مني سبورت في شركه او في حاجه بحاول حضرتك هيلفول جدا يعني صراحه اعمله يعني. يمكن لما قلت كمان دفعه 70 يعني كان في كده فكره كنت اتكلمت فيها معاكم خلف الكاميرات. انا نفسي ان انا زي اطبق مشروع يبقى فيه الاثر. حلو. يعني يمكن اكسكلوسيف كده ليكم الكليه ان شاء الله، ناويه تحط زي احواض زرع في طول سور الكليه من اولها لاخرها. حلو. فتخيل بقى كده انتوا لو دفعتكم يعني المشروع هيكون انه كل دفعه بتاخد زي حوض من الاحواض دي وتبدا ان هي تزرعه وتحافظ عليه وتكتب عليه دفعه 70. حلو. ونكتب على المشروع كل كده يبقى الأثر، بحيث إن أنتوا تسيبوا بصمة. والميزة طبعا لدفعة 70 بقى إنها هتبقى أول دفعة تخش في المشروع دوت وتسيب الأثر الأول لحاجة زي كده. والله فكرة لطيفة، حاجة زي كده، حملة كويسة نحب ندعمها وندعم فارماكاست بالسبسكرايب، تعمل فولو وشير الحلقات بتاعتنا. بس استنونا في الحلقات الجاية بإذن الله. شكرا جدا.